السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وكل سنة وانتم طيبين وبخير، وعيد اضحى سعيد بإذن الله. تكملة لأكلات عيد الأضحى. طبعا الكفتة أم رز زي ما حضراتكم شايفين كده، جميلة جدا 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 والكل بيحبها، صغيرين وكبار، جنب الرز الأبيض بتاعنا اللي بشعرية، جميل جدا جدا. يا ريت اللي أول مرة يشوفني النهاردة يشترك في القناة ويفعل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، ونصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عيد سعيد مبارك عليكم جميعا بإذن الله. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام ونبدأ الفيديو بتاعنا. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين. زي ما قلت لحضراتكم الفيديو ان شاء الله النهارده هنخرج بقى من اكلات العيد والفته واللحمه والرقاق. هنعمل كفته الرز زي ما حضراتكم شايفين كده، وهنعمل كمان رز بشعريه. هنبدا بالرز الاول على اساس ان الكفته بتاعتنا كانت في الفريزر، فهي هتفك ونبدأ نكمل نصبعها بإذن الله ونقليها ونجهز لها الصلصة بتاعتها. طبعا طريقة عمل الكفتة ممكن تتعمل، اللي يحب يعملها عند الجزار. احنا عملناها قبل كده على القناة في الكبة، واللي يحب يعملها عند الجزار يعملها عند الجزار. وهنا بدأنا نحضر البصلاية مع الطماطم وجهزناها علشان نحط فيها الكفتة بتاعتنا لما نقليها ان شاء الله. وهنا ادي الشعرية بتاعتنا بتتحمر علشان هنعمل رز كمان جنبها. ملاحظين ان المادة الدهنية قليلة شوية، هنزود يا اما مكعب زبدة، انا حاطة هنا مكعب زبدة ومعلقة زيت. الزيت علشان طبعا بيخلي الرز بتاعنا مفلفل، فهنضيف معلقة زيت. كل سنة حضراتكم طيبين وبخير، ويا رب الايام الجميلة دي تعود علينا جميعا واحنا في احسن حال، حضراتكم في احسن حال باذن الله. ادي الصلصه زي ما قلت لحضراتكم، بصلايه وممكن فصين توم، وبنحط الصلصه يا اما قوطه متسبكه شايلينها في الفريزر زي ما احنا متعودين، يا اما نعمل في كام قطيه كده في الخلاط زي ما حضراتكم تحبوا. خليكم معايا، يا ريت اللي اول مره يشوفني يشترك في القناه ويفعل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. خليكم معايا. صبعنا الكفته بعد ما فكت من التلج وبدأنا نحمرها زي ما حضراتكم شايفين حلوه ازاي ومش بتفك، جميله جدا جدا. وتغيير بقى عن الاكل بتاع العيد اللي احنا كلنا طبعا زهقنا منه، فده نوع من التغيير. وكمان ادي الرز هنكمل بقى السوا بتاعه، هنضيف له السوائل بتاعته. بعد كده هنضيف الكفته بتاعتنا في الصلصه. كتير من ولادنا بيحبوا ياكلوا الكفته دي مقليه، مش بيحبوها في الطبيخ. الناس بقى القديمه بتاعت زمان بتحب ان هي طبعا تاكلها مع رز زي ما احنا كده عاملينها النهارده.
هنكمل بقى كل شويه هنحط شويه اللي هيطلعوا. وهنا حطينا الميه على الرز بتاعنا وحطينا الملح وهنخليه برضو يستوي. وهنا بنكمل تحمير بقية الكفتة بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين. يا ريت اللي أول مرة يشوفني اشترك في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. بنصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. خليكم معانا. ودي الكفتة بتاعتنا بعد ما استوت، شايفين جميلة ازاي وماسكة نفسها ومفكتش. جربوها يا جماعة، بإذن الله تعجبكم. ويجي الرز كمان بتاعنا بعد ما استوى مفلفل وجميل جدا جدا. يا ريت الفيديو يكون عجبكم النهارده، ويا ريت تشتركوا في القناة. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.